اهم اخبار نادي الزمالك النهارده يا جماعه، تعالوا نشوف مع بعض. اول خبر معانا، نادي الزمالك اللي ما يعرفش كان بيلعب النهارده ماتش ودي امام بروكسي. طيب ايه اللي حصل في الماتش؟ الزمالك خسر، ايوه زي ما انتم ما سمعتوا كده، خسر من بروكسي 3-1. طبعا نتيجه تقيله جدا، خصوصا ان ده فريق من الدرجه الثانيه. طيب الهدف اللي نادي الزمالك سجله عن طريق اللاعب عبد الحميد معالي، كنا اتكلمنا عنه قبل كده، ده من الصفقات الجديده. طيب ازاي بقى نادي الزمالك ممكن يدخل فيه 3 اجوان؟ انا مش فاهمه بصراحه، ومن بروكسي يعني في ايه يا جماعه؟ هو بجد الواحد داخل الموسم وهو قلقان ومش مطمن وحاسس ان في حاجه غلط. ممكن بقى حد يفهمنا في ايه؟ اصل ده مش طبيعي، محدش يقنعني حتى لو في صفقات جديده مشاركه، ده مش مبرر يعني.